السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا أحلى أخوات في الدنيا، عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا في خير. قبل ما نبدأ الفيديو عايزين نصلّي على الرسول، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ولو أنتِ أول مرة تشاهدي قناتي أو تشاهدي فيديوهاتي، يا ريت تشرفيني وتنوريني بالاشتراك، وتفعلي زرار الجرس على كلمة الكل عشان كل أمّا أنزّل فيديو ينزل لِك بإشعار. ده طبعًا فضلًا وليس أمرًا. الفيديو بتاع النهارده أو الروتين بتاع النهارده زي ما أنتم شايفين كده معايا كلّكم، حبّيت إن أنا أخلص من كلمة مش كلمة، حبّيت أخلص من الناس اللي أنا مسمياهم بكلمة التتار، عشان كانوا رايحين المدرسة الصبح، هُم مش بيروحوا الصبح، هُم بيروحوا مسائي، يعني بيخرجوا من البيت كده على الساعة 12:00، 12:10، 12:15 على حسب باباهم ما يكون فضي وكده وياخدهم يودّيهم أو حد من إخواتهم. عايزة أقول لكم إن إحنا ال3 ساعة الضهر دي بنبقى نجري كلّنا حوالين بعضينا كده وراهم عشان نعرف نلبّسهم، وعلشان نخلص منهم بمعنى الأصح إن هم نودّيهم المدرسة عشان نشوف اللي ورانا أو نفوق للي إحنا عايزين نعمله إيه. والله العظيم يا جماعة فعلًا بجد بيجننونا، يعني فترة الضهر دي أو فترة الصبح دي بُصّوا بيجننونا كده، دي تصوّت من هنا وده يلِف وراهم من هنا وده تعالَ عشان ألبّسك وده طلّعت الهدوم وده الكتاب ناقص، الكشكول ناقص، بُصّوا ما فيش حاجة بتلاقوها بُصّوا كده في مكانها معاهم. دول يعني مش عارفة أنا لمّا باسميهم تتار وأنتم بتضحكوا عليَّ، والله العظيم فعلًا هُم عاملين زي التتار فعلًا بجد، أول ما بيدخلوا مكان بُصّوا بيقضوا عليه، بينسفوه، ما بيخلّوش حاجة في مكانها أصلًا أو حاجة على بعضيها، حتى كتبهم وكشاكيلهم هتقولوا لي عوّديهم وعلّميهم، اتكلمنا كتير وعملنا ما يمكن إعماله، لكن مش نافع حاجة معاهم. أهو بُصّوا أنا لسه باقول لكم إيه، باقول لكم يوسف أهو جايب لي الكتاب بيقول لي الواجب أو مش فاكرة كان بيقول لي في حاجة عايز تتقص وتتلزق في الكتاب والّا كان بيقول لي إيه، مش فاكرة الصراحة. بس الفيديو ده كان اللي هو روتين يوم الخميس، هو الخميس كان آخر يوم طبعًا عندهم في الأسبوع مش رايحين المدرسة خلاص تاني، شُفتوا بقى هيقعدوا لي في البيت، شُفتوا بقى هيقعدوا في البيت للنُص التاني. طبعًا الامتحانات بتاعتهم ربنا يا رب ينجّحهم وينجّح كل اللي زيهم، هُم ما لهمش امتحانات هُم أولى ابتدائي بس ليهم امتحان تقييمي كده، مش عارفة بقى هيعملوه إزاي، هيبقى إن شاء الله يوم الحد، فالفيديو هانزله لكم الجمعة بإذن الله، أنا لسه بامنتج فيه أهو النهارده الجمعة وهانزّله لكم النهارده بإذن الله، بإذنك يا رب. فهُم كانوا رايحين كده راحوا كده الخميس آخر حاجة كان ليهم كده خلاص في المدرسة، هيروحوا بإذن الله الحد وما أعرفش هيروحوا يوم تاني غير الحد والّا لأ، وهيقعدوا لي بقى مشرّفينّي ومنوّرينّي ومكتّرينّي وربنا يا رب يرزق كل اللي محتاج ويشوف اللي أنا فيه واللي أنا عايشة فيه معاهم. وهيروحوا كده بس مش عارفة هياخدوا يوم والّا 2 الحد والاتنين والّا هياخدوا مثلًا الحد بس والّا إيه، ما أعرفش بقى، هي الMiss بتاعتهم كانت قايلة لي امتحان كده تقييمي ليهم وخلاص، فمش عارفة يعني هيبقى إيه. فقُلت لهم يالّا بقى اقعدوا لي بقى كده شهر كده، شهر ولا أكتر والله ما أنا عارفة، لا كده شهر 40 يوم، لأ أكتر من 40 يوم، ما احسبوهم أنتم بقى احسبوهم. المهم قاعدين كده باقول لكم مشرّفينّي ومكتّرينّي في البيت. بس المهم لبّسناهم كده، ابتديت إن أنا إيه، خلّصت يوسف طبعًا الأول، لإن يوسف ما بيسرّحش طبعًا زي البنات، أنتم عارفين البنات طبعًا لازم تسرّح والكلام ده، الصبيان بتبقى سهلة، لبّس وخلاص، لا في السريح ولا حاجة، بالفرشة وخلاص، أي كريم أو أي جل والسلام. خلّصت الأبلة مريم خلاص سرّحت لها شعرها، ما بيعرفوش أخواتها يسرّحوا لها زي أنا ما باعرف أسرّح لها يعني، وبمعنى الأدق كل ما يكون في حاجة لازم يتخانقوا مع بعض. وخدهم باباهم ونزلوا والحمد لله وارتحنا عشان ندخل على المطبخ نشوف الأكل بتاعنا هنعمل إيه بالضبط. خلّصت يا بنات من يوسف ومريم، طبعًا أنا كنت سالقة لحمة هنا، يعني اللحمة كانت مسلوقة وجاهزة، أول ما قُمت من النوم على طول لإني في اليوم ده امبارح خرجت رُحت مشوار وكده، فكان لازم إن أنا أخلّص بدري علشان ألحق أروح مشواري وآجي قبل هُم ما ييجوا، طبعًا لازم أكون مجهّزة لهم الأكل وكده عشان يبقوا إيه، يعني أعمل الأكل وكده وأنزل وآجي قبل هُم ما ييجوا، لإن أنا ما باحبش إن أنا أكون الصراحة برّه وأبقى سايباهم بُصّوا باروّح ألاقي الخناقات قد كده مع بعضيهم. بس المهم سلقت لحمة كده أول ما قُمت من النوم الصبح، سلقت لحمة وسِبتها كده على بال هُم مشيوا، لبّسناهم ومشيوا، كانت اللحمة استوت وبقت زي الفل. طَب هنعمل إيه النهارده، هناكل إيه، الحيرة اللي فيها كل أم وكل سِت بيت مصرية أو غير مصرية دي حاجة أكيدة يعني. قُلنا خلاص أنا عندي كوسة في التلاجة هنعمل كوسة،
لأ هي ما لأ استنوا بقى، استنوا عشان ما اتلخبطش، الكوسة ما كانتش في التلاجة، أنا الكوسة كنت مشترياها مع حاجات يعني من السوق وكده، بس ما كنتش لسه فضيتها، تمام. كنت نزلت السوق جِبت كوسة وجِبت بصل، بس جِبت عشان تبقوا عارفين، جِبت كيلو، لإن كانت عندي ما عدا البصل غالبًا جِبت 2 كيلو منه، جِبت كيلو أبيض وكيلو أحمر. لإني كان كنت لازم إن أنا التلاجة كانت عندي التلاجة فاضية، وكان لازم إن أنا أنزل أجيب الحاجة بتاعة التلاجة، طبعًا حاجة التلاجة أنا جِبتها المشتريات ونزّلتها لكم فيديو، فطبعًا أنتم عارفين بتبقى حاجات متصوّرة قبل حاجات، يعني على حسب ما أنا بانزّل الفيديوهات وكده. فكنت جايبة كيلو الكوسة ده كان عامل 12 جنيه، وكنت جايبة قوطة، وكنت جايبة 2 كيلو بصل، وفي حاجات كده أنا كنت جايباها هاورّيها لكم برضه، يعني في حاجات كنت مشترياها برضه معايا من السوق وكده، هنشوفها كده بس إيه واحدة، واحدة مع بعضينا. المهم سِبنا كده البصل يتدبّل في معلقة سمنة صغيّرة، أنا عايزة أقول لكم إن إحنا مقلّلين خالص، خالص، خالص في الزيت في الزيت يعني والسمنة وكده مقلّلين خالص فيها. فما باحطش إلا حاجات بسيطة في أي أكل أنا باعمله، لإن أنا ما باقدرش آكل أكل مش مسبِّك يعني بمعنى الأدق يعني للناس اللي بتبقى عارفة، ما باقدرش آكل اللي هو الني في ني ده أنا ما باعرفش أعمله، مش ما باعرفش ما باقدرش آكله، باسميه أكل عيانين بمعنى الأصح، بس هو فعلًا من جهة الصحة هو أكل صحّي جدًا، بس للي يقدر يا بنات ياكله، فأنا باضطر إن أنا لمّا أكون عايزة أعمل يعني خضار وكده لازم أقلي بصل وكده، بس بتبقى في حبة زيت أو حبة سمنة تبقى حاجات صغيرة لا تُذكر فاهماني، واعتمد على إن أنا أوطّي النار وكده عليه، يعني أنا كل ده موطّية النار على البصلة علشان ما احطّش سمنة كتير. بُصّوا القوطة دي اللي أنا باقول لكم عليها اشتريتها أهو، افتكرت والبسكوت اللي كنت مشترياه ليهم ده معمول يا بنات، جِبت لهم علبتين، واحدة كانت بالشوكولاتة وواحدة كانت بالتمر، أهو. بس الحاجات دي اللي أنا كنت جايباها لهم معايا برضه لمّا أنا نزلت، وكنت جايبة إيه تاني، وجِبت الكوسة دي وجِبت البصل زي ما باقول لكم فضّيته في مكانه كده في علبته، لحد ما أنزل أجيب، وجِبت الشواية دي، الشواية دي كانت عاملة 50 جنيه، كان في الأكبر منها وكان في الأقل منها، بس أنا قُلت لأ خلّينا في دي، لإن أنا اللي باشوي عليها كبيرة كبيرة، فقُلت خلّينا في الوسط دي، حتى العيال قعدوا يضحكوا عليَّ. شُفت ناس قاعدة بالباور ده فجرّبت وجِبت منّه واحدة باقول لهم: "العلبة بكام؟" قالوا لي: "20 جنيه." قُلت: "الله! 20 جنيه إيه هم معبّينه معبّينه مَيّة والّا إيه؟" فعايزة أقول لكم الفضول قتلني إن أنا أجيبه، قُلت أنا هاجيبه وأجرّب وهاشوف، بس والله العظيم بجد يمين هتحاسب عليه أنا مش أنتم، فعلًا طلع مش باور ومش وِحِش، وِحِش، يعني كويس، مقبول، نقول على قد إيه، على قد فلوسه، فاهمينّي؟ يعني على قد فلوسه، مش وِحِش. المهم على بال أنا ما خلّصت الحاجة اللي أنتم شُفتوها معايا على الرخامة، كانت البصلة اتقلِّت خلاص وابتدت تدبل ولونها كده يتغيّر زي ما أنتم شُفتوا. كُنّا طبعًا عاصرين الطماطم وإحنا واقفين، ضاربينها في الخلاط وكده، فنزلت بالقوطة بس خلّيت من الشفشق حبّة أنا محتاجاهم عارفة أنا هاعمل إيه بيهم. ونزلت بمعلقة هريسة شطة، ونُص معلقة فلفل أسود، ونُص معلقة سُكّر، وغطّيت عليهم وجيت هنا علشان أقطّع الكوسة بتاعتي، أقشّر الكوسة وأقطّعها. كل ده بُصّوا أنا عايزة أقول لكم أنا باجري باجري لإني نازلة عايزة أخلّص، يعني لمّا بيكون في حاجة ورايا ونازلة لها وكده بالنهار، لازم إن أنا إيه، أول ما أقوم من النوم الصبح الحاجة اللي عندي في الفريزر مثلًا إذا كانت لحمة ولا أي حاجة تانية هاعملها أو عاملة حسابي من امبارح وجايبة حاجة، أطلّعها على طول واشتغل فيها. أنا ما باحبش بطبعي ما باحبش تخزين الفراخ، إلا لو اضطريت لظروفٍ ما، إن أنا مثلًا جايباها النهارده وهاخلّيها مثلًا لبُكرة، بس أكتر من كده الفراخ بالذات ما باحبهاش، ما باحبش أي لحمة أو فراخ بتاعة فريزر. أكتر من يعني أيام معدودة كده ما باحبهاش ليها، والفراخ ممنوعة تمامًا إن أنا أحطها في الفريزر، ما ليش فيها الصراحة. بس المهم قشّرنا هنا الكوسة وقطّعتها لحد بقى إيه، أنا كل ده إحنا سايبين إيه، إحنا سايبين القوطة كده تتسبِّك، وهنروح نبُص على القوطة بتاعتنا نشوف أخبارها إيه، ولو أنتِ وصلتِ معايا لحد كده ما تنسيش اللايك، اللايك لأختِك يا قلب أختِك، بيقول لك اللايك ولا بيعُض ولا بيكهرب ولا بيعوّر بس كده. بُصّوا أنا حسّيت إن القوطة لسه شوية، يعني حسّيت إن هي لسه ما اتسبِّكتش حلو وكده
بصوا التسبيكة دي هي اللي بتخلي طعم الأكل والله يا بنات ليه طعم. والله العظيم هي دي اللي بتخلي للأكل ليه طعم وخليكي كده يعني نفسك تتفتح عليه وتاكليه. المهم هتضيف لها بس كده، هرستها شوية بهرست البطاطس. هاند بلندر ده بتاعي، ده الهاند بلندر بتاعي. وهنزل عليها بمعلقة شوربة واحدة، وهغطيها برضو وهسيبها تتسبك، وهخلي برضو نارها واطية شوية على بال ما اجهز الحاجة اللي انا هعملها التانية. هتجهزي ايه تاني؟ بصوا يا بنات، انا هعمل ملوخية ناشفة. كانت عندي ملوخية ناشفة بس الصراحة هي مش بتاعتي انا، كانت اختي ساعة ما نزلت، ساعة الحاجة ما كانت تعبانة وكده ادتني من الملوخية الناشفة دي. فهتشوفوا لونها دلوقتي، هتلاقوها لونها وشكلها مختلف طبعا تماما تماما كل الاختلاف عن بتاعة هنا. بس هنا كانوا بيعملوا كوباية نسكافيه. قلت لهم اعملوا لي واحدة معاكم فهوريكم النسكافيه كده. فالبت بتفتح النسكافيه بتقول لي يا ماما هو ريحته عاملة كده ليه؟ قُلت لها: "لأ، هو مش ريحته عاملة كده ليه، لإن ده بالبندق وأنتم ما جبتولكمش بالبندق قبل كده، أنا كنت باجيبه عادي النسكافيه العادي، لكن ده بالبندق." أهو بُصّوا باقول لها: "لأ، ده عشان هو بالبندق." بس قعدت هنا فصّصت كده أو قشّرت كام فص توم علشان أنا هاعمل ملوخية ناشفة زي ما قُلت لكم. بس الملوخية ناشفة وهنعمل طبقين رز جنبيهم بشعرية وخلاص على كده. قشرنا التوم وخلصناه وهرجع على البوتاجاز تاني عشان اشوف الصلصه بتاعتي اخبارها ايه. بصوا هنا كانوا حاطين بقى الكنكه اهي علشان يغلوا الميه للنسكافيه وكده، لان انا ما بحبش الصراحه الكتل. انا عندي الكتل والله العظيم ورمياه، وجبت واحد جديد لناصر المحل تحته كده عنده، ليه هو يستخدمه هو يعني وقت ما يكون عايز يشرب شاي ولا حاجه تحت يعمل يعني وهو قاعد. لكن انا كماني ملناش فوق في مالها الكنكه قالت لا. المهم لقينا الصلصة خلاص اتسبكت وبقت زي الفل. هنزل بس بالكوسة كده عليها. بس يا بنات مش هضيف اللحمة دلوقتي، مش هضيف اللحمة دلوقتي. ليه؟ هقول لكم ليه. هزود بس الشوربة الأول وبعد كده هنشوف مع بعضينا ونقول ليه. بصوا أنا كل مرة كنت بصفيها، المرة دي كده بقيت أخد من الشوربة من تحت فما خرجش فيها، واللي هتطلع بصوا أهي اللي هتطلع رجعتها تاني رجعتها تاني. بس اقلب كده الكوسه كده كويس وهغطي عليها وهقول لكم انا ما حطيتش دلوقتي اللحمه ليه. بصوا يا بنات لما سلقت اللحمه الصبح اهي، بصوا لما سلقتها لقيت اللحمه خلاص دخلت في دور السوى الكامل. لو حطيتها دلوقتي، بصوا ايه رايكم بقى في كوبايه النسكافيه؟ كانت عاملاها لي شهد، قالت لي استني هعملها لك بوش بقى هعملها لك بوش عشان تطلع حلو. بس لمّا سلقت اللحمة الصبح باقول لكم خدت سِوَى كامل، فما حبيتش إن أنا لو حطيتها دلوقتي هتاخد لسه وقت السِوَى بتاع الكوسة وكده، فما كانش ينفع عشان ما تتهريش وكده. المهم جِبت حلتين، المقاس الأكبر شوية هاخلّيه للرز، والمقاس الصغير ده هو اللي أنا هاعمل فيه الملوخية الناشفة. نزلت في حلة الرز بمعلقة زيت واحدة صغنونة يمكن أنتم شُفتوها. وهاعتمد طبعًا على الحلة الجرانيت إن هي اللي هتحمّر الشعرية مع معلقة الرز. والحلة التانية نزلت بمعلقة سمنة صغنطوطة برضه نفس الكلام لا تُذكر، يمكن مش عارفة واضحة لكم كده في التصوير والّا لأ. تمام، هاحمّر كده الشعرية بالراحة واحدة، واحدة كده، وهانزل كمان عليها دلوقتي إيه، يعني بس لسه يعني أنا ما جبتلهاش لسه الملح. نزلت بس هنا بفص التوم الأول قبل ما أجيب لها ملح. أنا باحب إن أنا أحط حبة ملح صغيرة في الشعرية عشان توحّد اللون بتاعها. أهو بصوا حطيت سنة الملح إيه أو رشة الملح يعني سيكة صغنطوطة كده. المهم قعدنا برضو نقلب في التوم بتاعنا، عايزين نوطي عليه برضو شوية علشان ما يتحرقش لأن السمنة بتاعته إيه صغنطوطة يعني مش كتير يعني حبة صغيرة. هنا بقول لكم قعد ناصر مش عارفة يتكلم معايا يقول لي إيه يا مكانة الشعرية. بص الشعرية لونها لونها غماء إزاي. نسيت أنا ناسية إن أنا حاطة شعرية الناحية التانية وعمالة أتكلم معاه وناسية إن الشعرية محطوطة. بس برضو الحمد لله سترت ربنا سترها اتلحقت يعني نزلت عليها بالرز على طول. بس والصلصة نزلنا بيها على التوم يا بنات أول ما اصفرت برضو رحت نازلة بالصلصة كده على التوم. هغطي كده الطماطم بتاعت التوم واسيبها على جنب. أنا ما بحبش أعمل الطشة في طاسة
والحلة التانية اللي أنا هاعمل فيها الملوخية، لأ أنا باحب إن أنا أعملها كلّها كده إيه، على بعضيها، يعني في الحلة كلّها كده، وأنا لسه هاطلّع طاسة تاني مش كفاية كُوم المواعين والدنيا والبرد اللي داخل علينا ده والدنيا إيه، المطرة النهارده كانت بتمطّر، اسكتوا النهارده المطرة كانت بتمطّر وعملنا فيديو حلو أوي إن شاء الله هينزل لكم برضه وهتشوفوه، في عِز المطر، ما تتخيّلوش كُنّا بنعمل إيه في عِز المطر. المهم هنا الرز خلاص كده اتغلِّف كويس، اتحمّر كويس معانا، نزلنا عليه برضه إيه، بال آه، بالشوربة بتاعته. وهانزل ببقية الشوربة، وهانزّل اللحمة كلّها كده عشان بُصّوا أخلّص أي شوربة فيهم، لإن الشوربة كانت عندي خلاص هنا خلصت. بس كده أهو. بُصّوا هاورّيكم لون الملوخية هتشوفوا دلوقتي، بس أول ما تغلي الشوربة شوية هتشوفوا لون الملوخية شكلها إيه. بُصّوا يا بنات لون الملوخية، شايفين لون الملوخية ونضيفة ولا فيها يعني عيدان كده ولا فيها أي حاجة، بسم الله ما شاء الله حلوة خالص، خالص، غير هنا غير بتاعة هنا، بتاعة هنا تحسّي إنها كلّها تراب، كلّها تراب. حاجة البلد لا يُعلى عليها طبعًا. المهم طفينا على الملوخية، الرز هنا خلاص كان ابتدى يتشرّب، هادّيه تقليبة وهاوطّي عليه هو التاني. بس كده زي الفل. هاجي أبُص كده بصّة عشان أحُط اللحمة بقى، لقيت هنا ال الكوسة كانت خلاص كده داخلة في دور السِوَى، يبقى أنا كده هانزّل اللحمة بتاعتي. بُصّوا يا بنات، اللحمة هنا كانت محتاجة حبّة مَيّة صغنطوطة، حطّيت عليهم كده على اللحمة بالحاجة اللي فيهم عشان إيه، قُلت لو فيهم برضه شوربة تنزل ما فيش أي مشاكل، فزوّدت حوالي كده كوباية مَيّة وحطّيت اللحمة، يا دوبك اللحمة خدت بس كده غلوة معاهم وطفيت عليها. أهي، أدي شكلها أهو، كانوا عمّالين يقولوا لي يالّا علشان عايزين نتغدى. فأنا كان لازم أغدّيهم قبل ما أمشي. المهم خلّصنا كده الكوسة وخلّصنا دي الرز وأدي الملوخية، والفيديو بتاعنا لحد كده خلاص كده والله العظيم ما تزعلوش منّي إن الفيديوهات طويلة، بس والله باحاول أقصّر فيها على قد ما أقدر. يالّا بقى أستودعكم في رعاية الله وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما تنسوناش يا بنات باللايكات والشير، يالّا سلام عليكم.